السلام عليكم. حنا الجزائريين معروفين باللي كل جمعة نديرو الطعام، وكل ولاية تتميز بوصفاتها. على هذه اليوم جيت نشارك معكم طعام تاع ناس الغرب اللي جاي مالح وحلو. تبعوني في المقادير وطريقة التحضير. نبداو في اول حاجة، نقلو هنايا اللحم مليح في شوية دهان وشوية زيت. نزيد عليه البصله وجوج حبات بصل يكونوا مرطبين. من بعد نقليهم غايه، نزيد عليهم توابل اللي هما السكنجبير، قرفه، الحرور. نزيد عليهم هنايا الكركم والملح والكبابه اذا كانت متوفره عندكم، وشويه زعفران ونجمه على الارض وعود قرفه. نمرق بالماء حامي كما راكم تشوفوا قد لي تغطى لي هذاك اللحم، ومن بعد نديره يطيب على النار. نروح للطعام هنايا، درت له شويه الزيت وندخله مليح في هذاك الطعام. ومن بعد ندير نجيب الماء وندير الماء على الطعام. انا هنا الماء كميه تاع الماء ندير قد ما نشله، ومن بعد نصفيه من هذاك الماء تاعها، ما نخليش يشربه. انا مضاني ندير هذه العفسه نديرها عند السبايه تمتم، يعني نشلل ونصفيه ونديره في الكسكاس يكطر. هنا بعد اللي نشف لي داك الطعام، نزيد عليه شويه تاع الزيت عفوا، ونبدا نحل فيه. هنايا الزيت غادي يعاونكم كي تحلوا الطعام تاعكم باش يجيكم على حبه واحده، ما يقعدش هكا متلايم. من بعد نديروا الطعام تاعنا نعمروه في الكسكاس ونديروه يفور. وهذه التفويره الاولى. نروحوا لطريقه تاع الزبيب. هنا عندي كيله تاع الزبيب شللتها، ودرت عليها قرفه تاع العود ونجمه تاع الارض. نروح نزيد عليهم السكر تاني. السكر هنا شوفوا على حساب الذوق تاعكم، على حساب تاني شحال تبغوا حلاوه، وعلى حساب الكميه تاع الزبيب. الا كانت كميه قليله ما تكثروش السكر. المهم هنا في الطياب تما غادي يبدا يطيب ذوقوا وتعرفوا. زدت عليهم كما شفتوا هنا المرقه تاع اللحم اللي كان يطيب. هنا حليت على المرقه عفوا، وزدت عليها زدتها للزبيب، وزدت قرفه غبره كما شفتوا، وزدت كاس تاع الماء، زيد نص مغرف تاع دهان، نغطيه ونحطه يطيب حتى تشوفوا الحبه تاع الزبيب تاعكم بدات تتنفخ ولاصوص بدات تتقال. وفي نص الطياب الا كان شوف لكم زيدوا من هذاك لاصوص تاع المرقه. هنا كما شفتوا بعد اللي فار الطعام زدت له الملح، زدت عليه ثاني طاوه صغيره تاع الماء اللي كان فار عليه الطعام. صافي الماء يكون يغلي. هنا فرغت عليه كاع، حليت الطعام تاعي. ومن بعد غادي ندير له هنايا مغرف تاع الدهان ولا السمن. العفسه تاع المغرف ما على باليش الا نتوما ديروها ولا ما ديروهاش. المهم هاد العفسه تاع الدهان ولا تاع السمن غادي تعطيكم بنه في الطعام تاعكم، ويكون شغل بنه تاع العراس ولا تاع الملايم ولا تاع المناسبات صاي. وهنا تبداو تعاودوا هنا بالماء عادي، تبداو تعاودوا فيه نورمال الطعام تاعكم لحسن ما يسحق كميه تاع الماء. هنايا كما راكم تشوفوا، هنايا قالت لي امي كي تشوفي هكا يتلايم ويتفركت عرفي صاي ما خصهش الماء. صافي راه معاود غايه. وهذيك الطريقه تاع المحامي هي اللي تعاونه تخليه يجي خفيف ويجي رطب، يعني كي تاكلوه ما يجيكمش حرش وناشف. هنايا الماء فار التفويره تاعي ندهنوه بالدهان، والطعام تاعنا راه واجد. شوفوا هنايا لاصوص بعد اللي طابت تجي ثقيله بنينه. هنا قلت لكم السكر على حساب الذوق تاعكم، كي تكون طيب نتوما ذوقوا. وهذا هو الطعام تاعنا بعد اللي وجد. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت، سيوها ديروها في مناسباتكم في افراحكم لضيافكم العزاز. وصفه بزاف بنينه، اللي يبغوا المالح والحلو غادي تعجبهم. ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. هنا سقوه شوفوا كما تبغوا بالحلو ولا بالمالح، ولكم الاختيار كيفاش تاكلوه. تهلاو في روحكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، واكيد خلوا لي رايكم الا عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم. سلام.